انتقادات وردم شديد كل ما أنزل وصفة إن كانت سودانية أو يونانية وبفت عليها الفتة اليونانية الجبنة البيضاء. الأكل تذوق يا جماعة أو بالمزاج والمذاق، والوصفة دي إهداء لكل المنتقدين والرادمين لأنه دي على مزاجنا. أنا كتير بحب زي اليونانيين في معظم طبخاتهم بعد ما بيطبخها بيفتوا عليها الجبنة البيضاء. وعايز أسألكم، كلمة فتة لما نحن بنقولها هل هي طالعة أو نابعة من كلمة فتة تشيز اليونانية؟ فاكتبوا لي في التعليقات. عندي هنا كتف الخروف ومشفينه من العظمة وعاملينه كده زي الموزات، وببشر عليه ليمونة كاملة ومخلينه على المصفى. وبعد ما بشرنا الليمونة الصفرة كاملة كل اللي هنعمله عشان نساعد السوائل تنزل وتفكك الأنسجة وتشيل الزفرة، بعصر نفس الليمونة وبفركه لحد ما ينزل كل السوائل. شايفين السوائل كيف نزلت معايا؟ وبعد كده بصلة كبيرة وبقطعها شرائح رفيعة، ممكن تجيبوا 3 بصلات لو ما عندكم الحجم الكبير ده بتاع البصل. لو عايزين تقطعوا مكعبات قطعوا، بس الأفضل شرائح كده أحلى. وطماطماية و3 فص توم، والطماطماية برضو ممكن لو ما عندكم الطماطم ده تعملوا الطماطم الكرزية بتطلع أحلى. جزراية ودي آخر جزراية عندي، وفلفلاية حمراء وبقطعها شرائح. وبعد كده البطاطس النيو بوتيتوس كنت مغسلها وهنعملها بجلدها. في الطاجن بخط نص ملعقة كبيرة من السمنة و3 حبات من المستكة اليونانية بتشيل الزفرة، عود القرفة 3 حب من الهبهان وورق الغار، وحاجة كده بسيطة بتاعت نص ملعقة صغيرة من كبابة صيني. بسخن السمنة كده كويس عشان أصدم اللحمة فيها بعد ما صفت كل السوائل. وببتدي أول ما لونها يحمر من التحت أنا ببتدي بقلبها، وحقلبها على كل الجنبات عشان كمان تعمل لي الكراميلايزيشن دي من تحت بالسمنة. هنا ضفنا الثوم كامل والبصل بضيفه وكمان الجزر، وببتدي بقلبه لحد ما اتأكد البصل ده اخد من كل الجوسس بتاعة اللحمة دي، وبقى اللون بتاعه زي الكراميل كده البني الفاتح. بعد ما وصلنا هنا هنعمل شنو؟ لازم هنضيف الفلفل الأحمر والطماطم وبقلبه كده كويس. وبعد ما اتأكدت ان هو اتقلب بضيف البطاطس او النيو بوتيتوس بقشرة كنا مغسلينها ومجهزينها. 1.5 ملعقة كبيرة من الصلصة، وما تكتروا، دي بس الكمية اللي هنحتاجها. الملح على ذوقكم، انا ضفتها نص ملعقة كبيرة من الملح الصخر البامبا عشان ما بملح، نص ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من الأوريغانو، ملعقة صغيرة من مرقة الفيجيتا تحت الخضار، وكمان ملعقة كبيرة من البهار التركي بيل بيبر، وملعقة صغيرة من الكزبرة. بضيف حاجة بسيطة من الموية بتاعة 3/4 كوباية من الموية، بدخله في الفرن الساخنة درجة حرارة 180. بعد 1.5 ساعة كده بفتح عليه وبشوفه هل استوى معايا، وبحاول ان انا اقلب اتأكد ان هو كله اتغلف بالصوص ده، واشوف اللحمة استوت. كان عايش شوية دخلت الفرن تاني، قعد تقريبا 2 ساعتين في الفرن درجة حرارة 180. وبصراحة طبخة يونانية مزبطة، وبتاكلها مع الجبنة البيضاء أو المش السوداني برضو ينفع مع الطبخة دي. ولو عجبتكم الوصفة مع الفتة فتة تشيز أو الفتة تحت الجبنة البيضاء جبنة الدويم، اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوا 5 كلمات ولايكات وشيرات وإكسبلور.